5 حاجات خلي بالك منهم كولي امر مع بدايه الدراسه، وانا شخصيا بعملهم مع اولادي. 1. الفلوس اللي بتطير على اللبس وعلى الادوات الدراسيه. وعشان نتفادى النقطه دي، بص الاول هل لسه في حاجات من السنه اللي فاتت حالتها كويسه نقدر نستخدمها السنه دي، وبعد كده شوف ايه اللي ناقص فعلا وهاته. بس اعمل حسابك من بدري وخصص مبلغ محدد عشان تشتري بيه، وطبعا استغل العروض والخصومات علشان هتفيدك جدا. تاني حاجه المواصلات، لو باص المدرسه اوفر سيبه يشيل عنك او اشترك في مواصلات عامه، ولو جيرانك ولادهم في نفس المدرسه يا سيدي اعملوا توصيل مشترك. 3. المصروف خليه اسبوع ما تخلوش يوم، ولو خلص منه ما تدوش تاني، قول له بح عشان تعلمه ازاي يخطط ويحافظ على الفلوس. وحضر له لانش بوكس من البيت بدل الكانتين، اكل صحي وكده المصروف يكفي ويفيد كمان. 4. الروتين، العيال زعلانين، لا في لا سهر ولا في بلاي ستيشن طول اليوم، عشان كده اعمل لهم جدول في شويه مذاكره مع شويه لعب، وما تنساش تعمل مع كل ده تمرين او رياضه بيحبوها، ده مهم جدا، كده يومهم متوازن ممتع ما يحسوش انهم في معسكر تدريب. 5. الدروس الخصوصيه، اكتر حاجه بتستنزف فلوس اولياء الامور، بس دلوقتي في حلول اوفر كتير. بنتي مثلا بتذاكر من قنوات كويسه جدا على اليوتيوب، الشرح مجاني وبالراحه، وكمان بديها شويه كورسات اونلاين كده، تكلفه بسيطه جدا، اوفر وقت واوفر فلوس، والاهم انها بتذاكر من البيت بدون بقى مشاوير دروس، وكمان امان. قول لي بقى ايه اكتر حاجه في دول بتتعبك في بدايه الدراسه؟ انا شخصيا كنت بعاني من التوصيل.